اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض نجس التوفير. هنعمله النهارده بصدر فرخه واحد. هنعمل اكبر كميه من نجس الفراخ المقرمش، وهنضاعف الكميه. مكون كده هنضيفه مع النجس هيضاعف الكميه وهيديله كمان طعم مميز جدا. قبل ما نبدا الفيديو، لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. لايك وشير واشتراك في القناه. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل نجسة الأمر ده ازاي. يلا بينا. أول حاجة عندي صدر فرخة واحد مفروم ناعم جدا، يعني مش عايزة فيه أي كتل خالص. بعد كده هضيف بطاطساية كبيرة مسلوقة ومهروسة كويس جدا، وده اللي هيضاعف الكمية بتاعت النجس. كمان عندي بصلية متوسطة مفرومة ناعم جدا. المكونات بتاعتي لازم تكون مفرومة ناعم جدا. بعد كده هضيف معلقتين كبار من البقسماط الناعم، وهبتدي بعد كده أنزل بالتوابل. التوابل النهاردة عندي ملح، فلفل أسود، بابريكا، بهارات فراخ، كزبرة ناشفة. وناخد بالنا لما نيجي نحط البابريكا ما نكترش عشان ما تغمقش لون النجس. كمان نزلت بمعلقتين كبار من الزيت. نقلب المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما المكونات تختلط مع بعض وتبقى كلها عجينة واحدة. وده بيكون شكل الفراخ بعد ما قلبت المكونات كلها مع بعض. بعد كده هندخلها التلاجة عشان تتماسك شوية ونعرف نشكلها. هنا بقى عندي كيس، وهبتدي ان انا افرده على صينية. هتفردوا على صينية او رخامة زي ما تحبوا. بعد كده هجيب كمية من الفراخ اللي احنا فرمناها مع بعض، او خلطة الفراخ اللي احنا جهزناها. هبتدي افردها على الكيس. اهم حاجة لما افردها على الكيس تكون متساوية، يعني كده بايدي احاول ان انا اخلي السمك كله زي بعض. يعني انا مش عايزة حتة تكون تخينة ومش عايزة حتة تبقى رفيعة. السمك كله يبقى متساوي عشان التسوية تبقى واحدة. هبتدي كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو افردها كويس واسويها كويس. لازم كده نضغط عليها ضغطة جامدة عشان تتساوى وتبقى كلها حجم واحد، لان طبعا بتفرق في التسوية. بعد كده جبت سكينة وابتديت اشيل الزيادات اللي في الجوانب، لاني انا عايزة القطع كلها تبقى متساوية. هنا هتبتدي تشكليه او تقطعيه على حسب الحجم اللي انت عايزاه. عايزاه كبير صغير زي ما تحبي، انت اللي بتتحكمي في حجم النجست زي ما تحبوا. انا هعمله متوسط. شلت الجوانب او شلت الزيادات اللي في الجوانب وقطعت بالطول، وهبتدي ان انا اعمله مربعات. هبتدي زي ما قلنا الحجم زي ما تحبوا. انا شايفه الحجم كده مناسب جدا. تقدروا تشكلوه زي ما تحبوا، تقدروا تعملوه مدور، تقدروا كمان عندكم قطعات نجوم او ورود تفرحوا الاولاد زي ما تحبوا. هنا التشكيل على حسب ما انت عايزه. انا هنا عملت ابسط طريقه للناس اللي هي مش متوفر عندها قطعات. تمام. وده بيكون شكله بعد التشكيل. شايفين شكله ازاي متساوي جدا. اهم حاجه ان يبقى متساوي. عندي بقى صينيه وهبتدي ان انا احط فيها النجست. هخلص بقى الكميه كلها كده بنفس الطريقه، مش بياخد وقت خالص في التشكيل، وكمان احلى 100 مره من الجاهز، وكمان موفر جدا. يعني من صدر فرخة واحد وبطاطساية مسلوقة هنعمل كمية النجس دي كلها. شايفين الكمية ما شاء الله، كمية محترمة جدا. هحطها في التلاجة كده لمدة 10 دقايق ونبتدي نجهز الكفر الخارجي. هنا عندي كوباية من البقسماط الكريسبي أو المقرمشات، موجود طبعا في السوبر ماركت أو عند العطار. وبعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار من البقسماط. هبتدي أقلبهم كويس جدا مع بعض. البقسماط طبعا يبقى ناعم جدا. هنا كمان عندي التوابل، ربع معلقة من كل نوع من التوابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها في النجس. هضيف التوابل نصها على الدقيق والنص التاني على البقسماط. طبعا هنا انا عندي كوباية من الدقيق من غير اي اضافات، يعني انا ما ضفتش عليها اي حاجة. تمام. هقلب الدقيق كويس وكمان هقلب البقسماط كويس جدا. لازم نقلبهم كويس عشان التوابل اللي احنا حاطينها. كمان عندي هنا بيضاية وعليها ربع كوباية من الحليب. هبتدي انزل برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهضربهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هجيب النجس. اول حاجة هنزل في الدقيق. لازم اغلفه بالدقيق كويس جدا، واشيل الدقيق الزيادة. يعني اغلف وبعد كده انزل الدقيق الزيادة من على قطعة النجس، وبعد كده هنزل بقطعة النجس في خليط البيض والحليب واقلبها كويس جدا. لازم تتقلب كويس جدا في خليط البيض والحليب. وبعد كده هبتدي اصفيها كويس من خليط البيض والحليب، وبعد كده هبتدي انزل بقطعة النجس والبقسماط. لازم طبعا تتغلف كويس بالبقسماط، لان ده طبعا اللي هيديها القرمشة. احاول بقى ان انا اغطي او اغلف قطعة النجس كلها بالبقسماط، وادوس عليها دوسة بسيطة كده واسويها، واخلي الشكل بتاعها متساوي جدا. نعمل واحدة تانية مع بعض، بس اهم حاجة لما نيجي نعمل النجس لازم نشيل الدقيق زيادة، لاني انا مش عايزة طبقة كبيرة من الدقيق على النجس. انا عايزة اهم حاجة في النجس المقرمشات او
البقسماط الكريسبي. كمان لو مش متوفر عندك البقسماط الكريسبي تقدري تستعملي البقسماط الناعم، بس اهم حاجة يبقى ناعم. تمام. هخلص بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة، بس مننساش ان احنا نشيل الزيادات من الدقيق، وكمان نغلفها كويس في البقسماط. اهم حاجة تتغلف كويس، لان انا عايزة طبقة من البقسماط الكريسبي عشان تبقى مقرمشة. هنا بقى خلصت الكمية كلها. بعد كده هحط الناجتس في الفريزر يتشمع قبل ما اقليه. اهم حاجة كده حوالي ربع ساعة نص ساعة كده في الفريزر. نيجي بقى للتسوية. في طاسة على النار فيها زيت سخن هنبدأ نقلي الناجتس. اهم حاجة درجة الحرارة بتاعت الزيت ما تكونش سخنة، عشان طبعا الفراخ ما ياخدش لون من بره ويكون لسه ما استواش من جوه. هبتدي انزل بكميه الفراخ وابتدي كده اسيبها تتشمع من تحت، واول طبعا ما الاقيها ان هي اتشمعت من تحت هبتدي ان انا اقلب على الجنب التاني. بس اهم حاجه ما نقلبش فيها كتير، وهي مش بتاخد وقت خالص في التسويه. تمام. هبتدي بقى اقلبها زي ما احنا شايفين في الفيديو، وهنا بقى لونها جميل جدا. هبتدي ان انا ارفعها من الزيت. طبعا اللون هنا على حسب ما انت عايزه تغمقي اكتر من كده زي ما تحبي. شايفين لونها ازاي؟ حلو قوي قوي. يعني انا مش هغمق اللون اكتر من كده. هخلص بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. طبعا درجة حرارة الزيت تبقى متوسطة، يعني الأول بينزل في زيت سخن وبعد كده هدي النار لمتوسطة واسيب النجس لحد ما يستوي. مش بياخد وقت خالص في التسوية. طبعا طبقة الفراخ ما بتبقاش سميكة فمش بياخد وقت في التسوية. بس لازم ناخد بالنا لو هنستعمل بقسماط ناعم بدل البقسماط الكريسبي، لأنه طبعا بياخد لون بسرعة. تمام. يكون بقى في شكل النجس القمر ده. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، شكله يفتح النفس. وكمان يا بنات طعمه زي العسل. وكمان عملنا كمية حلوة قوي من صدر فرخة واحد. بتمنى النهاردة بقى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.